السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفونا في القناة. اما بقى بالنسبة للسردين الجميل اللي قدام حضراتكم ده، هنعملوه مع بعض في 3 ايام هتكوني واكلة منه بالجمال ده. السردين ده قعد عندي 3 ايام بالظبط، وشايفين السردين وشايفين جماله، كمان شايفين قلب السردينة من جوه، والله طعمه يمكن احلى من الفسيخ. يلا كده نبتدوا مع بعض. بتجيبي طبعا كمية السردين اللي انت رايحة تخليليها. انا هنا جبت السردين، مسكته كده تحت الحنفية، غسلته واحدة واحدة وانا بغسله. فتحت كده الراس عشان اغسل كده الخياشيم من جوه. بعد ما غسلته كويس قوي حطيته في المصفى بالشكل ده، وقفته كده على راسه علشان لو فيه اي مية نتخلص منها. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بقى علشان نتأكد ان هو اتصفى تماما، جبت مناديل المطبخ ومسكته كده واحدة واحدة، تضغطي عليه كده وتنشفيه، وتيجي من عند الراس تضغطي حبة كده علشان لو الخياشيم فيها مية او فيها دم تتخلصي منها. المنديل هيتشرب ده كلته. بعد ما نشفت السردين تماما بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، هبدأ أحضر التتبيلة بتاعته. معايا لكل كيلو من السردين معلقتين هرميين كده بمعلقة الأكل ملح. نزلت على معلقتين الملح بمعلقة من البابريكا علشان تدينا اللون الحلو اللي شفتوه في أول الفيديو ده، وربع معلقة صغيرة من الشطة. هي دي مقادير السردين. ما تحطلوش كركم، أو لو حطيتي ما تكتريش، لأن الكركم بيمرر السردينة. فدايما لو هتحط كركم حط ايه حاجة بسيطة خالص. قلبت بقى المقادير دي كلها على بعضها بالشكل ده، وهبدأ املح السردين في علبة. بقى انا حاطة فيها كيس بالشكل ده. وبدأت بقى املح السردين واحط في العلب. طبعا وانت بتملحي بتلف كده السردينة في الملح، ما بتكتريش يعني بالشكل ده. وانت بترص في العلبة، مرة تخلي الراس الجنب ده ومرة تخلي الراس الجنب ده، يعني الديل هو اللي ايه يم بعض. وانت بقى بتملحي بتحط كده رشة بسيطة خالص عند الخياشيم علشان تتأكدي ان هي اتملحت كويس. طبعا خلصت الكمية كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنا بقى زي ما قلت لحضراتكم، مرة تحط الراس اليمة دي ومرة تحط الراس اليمة دي. بعد ما خلصت الكمية كلها بدأت بقى انزل بشرايح الليمون. هنزل كمان بمج كده من الزيت بيخلي السردينة طرية معاكي، وكمان بيحافظ عليها من اي هوا يكون متواجد لسه في الكيس. بعد بقى ما نزلت بمج كده من الزيت، هبدأ بقى اقفل الكيس واتخلص من اي هوا متواجد فيه بالشكل ده كده. بتتخلصي كده من اي هوا وتضغطي كده وتجيبي كده من تحت لحد ما تتأكدي ان خلاص الهوا كله طلع من الكيس. تبدأي بقى تربطي بالشكل ده. طبعا بعد ما بتربطيه كده بتغطي عليه وبتسيبيه بقى على الرخامة كده 3 ايام، وتبدأي بقى تفتحي عليه بسم الله ما شاء الله، بتلاقيه بالجمال اللي قدام حضراتكم ده. شايفين بقى السردين بسم الله ما شاء الله، الريحة جميلة جدا جدا جدا، وكمان الطعم بسم الله ما شاء الله منتهى الروعة. طبعا اكلنا منه حاجة كده جميلة جدا، وفي 3 ايام بتعملي الجمال ده. يعني ان شاء الله اللي ما جابش ممكن يجيب ويخلله ويلحق العيد كمان. شايفين بقى السردين وشايفين جماله بسم الله ما شاء الله، رائع. هبدأ بقى اطلع هنا في الطبق السردين عشان اوريه لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله منتهى الروعة. شايفين السردين؟ هنزل بقى على السردين بالمية بتاعته الجميلة دي. شايفين المية وشايفين لونها وريحتها وطعمها جميلة جدا. هنزل بكمية السوائل دي كلها على السردين. وطبعا رايح احتفظ بالمية دي علشان رايح احتفظ بالسردين تاني فيها. كمان شايفين السردينة قد ايه طرية كده وملحمة وفي منتهى الجمال. شوف قلبها لونه احلى من الفسيخ. شايفين الجمال؟ بألف هنا. ان شاء الله تجربوه وتعملوه قبل العيد، وان شاء الله تلحقوا تعملوه قبل العيد كمان، وهيطلع معاكم بالروعة دي. حبايبي يا رب كده اكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا لايك، والسلام عليكم.